السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد، وصفه جديده ان شاء الله. اليوم غادي نديرو وصفه كريمه زبده سويسريه كتجي رائعه رائعه. ما صبرتش انني نخليها حتى تبرد، ولا حتى كي طربتها كي درتها في البوش كي بغيت نشاركها معكم. كتجي غزاله قابضه في راسها. 3 ديال المكونات فقط. وصفه سهله سهله يعني ناجحه من اول تجربه. غادي انا متاكده انكم غتجربوها وغتعجبكم وما غتبقاوش تستغنوا عليها. كتجي قابطه في راسها، صالحه للحشو ديال الحلويات، كيك ديزاين يعني اللي غنستعملوا فيهم عجينه السكر كما اللي غنستعمل انا، او لا لاير كيك. صالحه لليساج ديال لاير كيك، علاش لا، التزيين ديال لي كاب كيك. يعني واحد الباسبارتو. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي شاده في راسها، راه باقا ما دخلتها لا الثلاجه لا والو، يعني من الطراب اللي عندكم باش نوريها لكم. وصفه اللي ما تبقاوش ان شاء الله باذن الله تستغنوا عليها. كيف غتشوفوا معايا المقادير والطريقه. هنا عندي البيض ديال البيض كيف كتشوفوا، والسنيده والزبده. الزبده بحراره المطبخ، ابيض البيض حتى هو يكون بحراره المطبخ، والسنيده تكون السنيده رقيقه. هادو اهم حاجه باش تصدق معنا الوصفه. كلشي يكون بحراره المطبخ. الزبده تكون الزبده من نوعيه جيده، 82% من المواد، من الماده الدسمه، يعني من ما يكونش، حيت كاينه الزبده اللي كيكون فيها الحليب بزاف والماء بزاف. الحليب بلوتو ماشي الماء. عندي هنايا كناخذ ابيض البيض، كنزيد عليه السنيده، يكون مصفي مزيان ما فيهش نقطه ديال الصفر. ندير عليه السنيده، وغناخذ كاسرونه اللي غيكون فيها الماء سخون. انا هنايا بدلت، لان خاصكم الاناء اللي غادي تديروه المرانك ديالكم فيه فوق البوطه هو اللي تبقاو تطربوه. حيت انا الا درت هادي من غنبغي نطرب غادي نخويها من بعد ما نحيدها من فوق البوطه، غنخويها في الاناء ديال لو بول ديال العجانه، فدغيا غتبرد ليا وغتكون المرانك ديالي ما طلعتش مزيان. يعني خصني نعرف، بغيت نعطيكم العبار ديالها فوق البوطه، والعبار ديالها برا البوطه. فوق البوطه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الترمومتر، هنا كنحرك، كنديرو فوق حمام مائي، كنخليه فوق البوطه مع التحريك حتى كتولي ليا، يعني اش غادي نقول لكم، السنيده ديالي كتذوب. بالنسبه اللي عندهم الترمومتر فهي 50 درجه. بالنسبه اللي ما عندوش الترمومتر كنخليه على عافيه مهيله، ويعني في حمام مائي، وانا كنحرك حتى كنشوف السنيده ديالي ذابت تماما. من بعد كنرجع نحيدو من فوق حمام مائي، وكنرجعو للعجانه ديالي، وكنبقى نطرب فيه حتى كتبرد. ضروري هنا تقلت الفيديو باش نحاول نعطيكم التفاصيل الكامله، ما نقص منه حتى شي حاجه. فبالنسبه للابيض البيض هنا استعملت 230 غرام، بالنسبه للسنيده 450 غرام اللي استعملت. صافي كنحرك مزيان، وغنديرو حتى تنحركوه مزيان، عاد كنديرو فوق البوطه ونبقى نحرك يدي ويتحرك عفوا، حتى كتوصل ليا لدرجه الحراره 50. وكيف قلت اللي ما عندوش الترمومتر حتى كتذوب ليا ديك السنيده، كنبقى نحرك وكنهز هكا الفوي بيديا، تنحاول نهز الخليط باش نشوفوا لا تيكستور ديالو كي دايره. كيبان ليا السنيده ديالي دابت. منين كنشوف السنيده ديالي دابت فتما كنعرف باللي راه صافي المرانك ديالي راه واجد، خصني ندوز نطلعو. بالنسبه ليا انا كيف قلت بدلت من هذا ودرت في ديال العجانه، لان الا درت في هذا ومنين غادي توجد ليا غنديرو في ديال العجانه، ف مع البول ديال العجانه ما كانش فوق البوطه، فالخليط دغيا غادي يبرد، وتما ما غاديش نعرف اشنو يعني فين وصلت المرانك ديالي. هنا كتشوفوا من بعد ما حيدتها من البوطه تتبان لكم السنيده دابت، كيبقى يبان غير ابيض البيض. غادي نطربها. السرعه ما تكونش قليله وما تكونش مجهده بزاف، يعني ما نديرهاش في الاخر وما نديرهاش في الاول، تكون السرعه شويه مجهده. هانتوما كيف غتشوفوا معايا باش هذيك لا مورينغ ديالي دغيا تطلع ليا. كنبقى كنقلب القاع ديال البول، يعني البلاصه الجهد اللي فيها على حسب العلول اللي فيها المورينغ ديالي، كنقلبها حتى كتبان ليا راها بردات تماما. وباش كنزيد كنتاكد بان المورينغ ديالي راها واجده، فكيبان لكم هذاك المنقار كما كنقولوا لو بيك دوازو كتبقى مهزوزه كيف كتشوفوا. هنا كنعرف المورينغ ديالي راها واجده، يعني كتجي عاقده وشاده في راسها. غادي ندوزو دابا باش نديرو الزبده. بالنسبه للزبده ضروري كما قلت لكم البنات تكون زبده من اصل حيواني، ما تكونش من اصل نباتي، وتكون نوعيه مزيانه.
انا هنا خدمت بجوده. هنا غادي ندير قطرات من النكهه ديال الفاني ككريمه اساسيه. بالنسبه للكريمه الاساسيه يعني قبل ما نسموها ولا نزيدو حتى شي حاجه كنديروا قطرات من النكهه ديال الفاني كتجي فيها بنينه. وبالنسبه للنكهه ممكن انكم تنكهوها باش ما بغيتو، غنهضروا على هذا الشيء من بعد. هنا كنبدا طرب كيطرب وانا كنضيف الزبده تكون زبده بوماد باش دغيا تنسجم لينا. الا كانت الزبده قاصحه فراه ما خداماش ليكم، الا كانت من الثلاجه فراها ما خداماش. كنبدا نضيف شويه بشويه. بالنسبه للزبده انا هنايا استعملت 670 غرام ديال الزبده، 670 غرام. كيف قلت كنبقى نطرب شويه بشويه، طراب كيطرب وانا كنضيف في الزبده. منين كتوصل تقريبا راه من قربت نكملها كيف غتشوفوا معايا كيبان لكم بلي راها وصلت للقوام. يعني هنا كتبان لكم باقا بيضه باقا مورانك، واحد شويه كتولي شدات في راسها صافي كتعقاد وكتولي كتبدا مائله للصفوريه يعني في اللون ديال الزبده. راها كتجي البنات غزاله، ما كتجيش حلوه بزاف، كتجي شاده في راسها وما كتجيش فيها بنات الزبده مجهده. هنا علاش كنديروا شويه بشويه باش كطرب لينا، ما نديروهاش في خطره واحده. وإلا طربات لينا وحصلنا على التكستور اللي بغينا ما نكثروش عليها تطرب بزاف. بالنسبه للبنات اللي ما عرفتش تنشوف بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي اسئله الزبده الترونش كما كنقولوا كتولي فحال ما عرفتش انتم شوفوا كيفاش ولات. هنا راه بان لكم اللون ديالها تبدل وبدات كتشد في راسها، كتبان لهم بحال خسرات ليهم بحال. غير يستمروا في التطريب، راه تما كيكون واحد لو شوك تيرميك ما بين درجه الحراره ديال الزبده ودرجه الحراره ديال المورانغ. صافي هنا كتبان ليا راها صافي راها واجده وصالحه. بالنسبه من نكونوا نطربوا من كيبانوا لنا تيبقاو الجوانب ديال الاناء او اللي كنطربوا فيه اولا ديال البول ديال العجانه ديالكم من الجناب كيبان لكم راه باقا فيه الزبده، يعني ماشي الزبده بيضاء ولكن كتبقى لا مورانغ بيضاء والزبده تتخلط غير لداخل. فما فيها باس اننا نحاولوا ناخذ واحد سباتول ونجمعوا الجوانب بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا معايا. انا هنا غادي نوريكم الشكل ديالها. لاحظوا معايا ان الفوي بقى وبقات باش تعرفوها شاده في راسها، بقات الكريمه فيه ما نزلتش منها ولا نقطه باش تعرفوها راها شاده في راسها، كتجي شاده وكتجي بنينه بزاف. هذا هو القوام ديالها كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه نسموها نسمو باش ما بغيتو، يا كتزيدوا عليها البخاليني يا كتضيفوا عليها الشكلاط يا كتزيدوا عليها النوتيلا اللي بغيتو. انا هنا غادي نضيف عليها البخاليني وغنضيف عليها النكهه، واحد النكهه اللي هي كريمه ديال القهوه اللي كتعجبني انا انا من عشاق القهوه بزاف بزاف. كنضيف البخاليني. بالنسبه للبنات اللي غادي يضيفوا الشكلاط فالشكلاط كيكون دايب من قبل. انا كنستعمل شوكولا غيش، تزيدوا عليها اما شوكولا نوار ولا شوكولا اولي. كندير شوكولا غيش وكنخليه يذوب ومن بعد نخليه حتى يدفى مايل للبروده. هذه هي الكريمه اللي كنستعمل، كريمه القهوه كتجي رائعه 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 بزاف. ما كثرتش منها يعني حيت انا ما غراضيش نلون الكريمه ولكن غراضي انني نكهها. هاد النكهه هذه خطيره خطيره بزاف البنات. ممكن ديروا ديال البيستاش، ممكن ديروا ديال الفرامبواز، ديروا اي نكهه بغيتو. ممكن تكتفيو غير بلاغوم مثلا بيستاش ولا هذا. فانا كنفضل نتوما كتجي شاده في راسها بزاف. انا كنفضل البنات اننا نديروا اما البخاليني ولا كما شفتوا معايا هاد النكهه ديال القهوه اولا نضيف النوتيلا ولا الشكلاط كندوبو اسود ولا كما قلت بالحليب كندوبو وكنخليه حتى كيدفى كيولي مايل للبروده باش ما يخسرش ليا الكريمه ديالي. صافي هنا كتشوفوا راه كتحركوا كما بغيتوا، راه الفوليوم ديالها ما كينزلش. ماشي الا بقينا نحركوها بزاف غادي ينزل الفوليوم ديالها ما كينزلش. انا عاودت تنوريكم كيفاش كتجي الشكل ديالها. ديروها في الثلاجه تغطيوها غير مزيان راها كتبقى صالحه. ومنين تبغيو مثلا بيتوها في الثلاجه وبغيتو تخدموا بها لا غد ليه او لا على يومين ولا 3 ايام فكنجبدها وكنخليها على برا حتى كتولي بحراره المطبخ بتجيني ساهله
في الاستعمال وسهله انني نبوشي بها الحلويات ديالي، نزين بها. هنا راه كطبقه هي اللي كاينه لتحت، هي اللي درتها كطبقه اساسيه لتحت، جات غزاله، جات رائعه رائعه بمعنى الكلمه. نتمنىكم تجربوها، وانا اكيده انكم الا جربتوها غادي تعجبكم. اي سؤال او تساؤل خليوه لي في التعليقات، والى اللقاء ان شاء الله في وصفات قادمه باذن الله.